ب4 مكونات بس موجوده في مطبخك وفي مطابخنا كلنا هقولك ازاي شعرك ده يطول ويتقل ويطلع لك بيبي هير كتير جدا في وقت قصير. مين فينا ما بيتمناش ان يبقى عنده شعر طويل وتقيل؟ لان للاسف زي ما احنا عارفين كل لما الشعر بيبقى طويل بيبقى اخف وشكله قليل خالص، ودي حاجه احنا ما بنحبهاش. فانا جايبه لكم النهارده بقى حاجه بسيطه قوي او حاجات بسيطه جدا موجوده في كل مطبخ عندنا في البيت، وهتعمل معاكم الحاجه اللي انتوا بتتمنوها دي. هتطول لكم شعركم في وقت ملحوظ جدا، وكمان هتديه كثافه. ويمكن الطريقه دي اللي انا هقولها لكم هتلاحظوا انها منتشره قوي على السوشيال ميديا لانها بجد حاجه كويسه قوي، بس انا النهارده هقول لكم طريقه الاستخدام الصحيحه ليها ونستخدمها ازاي بالظبط ونغيرها كل قد ايه. بنحتاج ايه في الوصفه دي؟ اول حاجه بنحتاج حبه البركه، ومعانا الروزماري او اكليل الجبل، هو له اسمين، وبعدين معانا ورق غار وعواد قرنفل. اول حاجه هنحتاج معانا علبه سبراي كده فاضيه، وبعدين بنفتحها ونحط جواها مكونات. بنبدا نحط اول حاجه اعواد الروزماري، في منهم شويه بيقعوا عادي. وطبعا يا جماعه بنخلي الكميه حسب طول شعرنا وكثافته، يعني اللي شعرها طويل هتحط اكتر من اللي شعرها قصير. بعدين بنجيب حبه البركه، بعدين بنجيب عودين قرنفل او 3 بالكتير، مش هنكتر قوي. وبعدين بنجيب ورق الغار دي عشان بس علبه صغيره شويه فهنكسره، ومش بنحط منه كتير، يعني كده كفايه. مثلا بنحط فوقيها الميه المغليه، كده افضل من لما نغليها على النار عشان ما تفقدش كل الفوائد اللي جواها. بيبقى معانا بالمنظر ده، بنسيبه منقوع كده لمده 12 ساعه، بعدين بنبدا نستخدمه. ممكن ان احنا نصفيه في بخاخه تانية، وممكن نستخدمه بالمنظر ده عادي وهو جواه المكونات كده. طب ايه بقى فوائد استخدام الخلطه دي، او اسمها خلطه اكليل الجبل اللي مغرقه الدنيا؟ انها بتكثف الشعر في وقت قصير جدا، وبتطلع شعر في الاماكن اللي بيبقى فيها الشعر قليل. يعني مثلا احنا بنستخدمه بنرشه في الاماكن اللي زي هنا، الاماكن اللي مبقاش فيها شعر كتير. لو عايزه ان انت يطلع لك بيبي هير، ده اكتر حاجه ممكن تساعدك على الموضوع ده. وكمان هتلاحظي ان شعرك هيبدا يطول بشكل ملحوظ في وقت قصير. هو هنا كذا حد قال كذا حاجه، في ناس بيقولوا ان احنا نستخدمه كل يوم على فروه راسنا، وفي ناس بيقولوا ان احنا نستخدمه 3 مرات في الاسبوع. بنستخدمه ازاي بقى؟ بنحطه على فروه الراس، وبنبدا نعمل تدليك لفروه الراس لمده 5 دقائق. وفي ناس بتحب تغسل شعرها بعده، وفي ناس ما بتغسلش شعرها، وزي ما تحبوا، لانه كمان مش بيعمل ريحه للشعر، فانتوا ممكن تحطوه وتخرجوا بيه عادي جدا. وحاجه مهمه احب اقولها، ان احنا بنغير البخاخ ده اسبوعيا، يعني ما ينفعش ان احنا نقعد نستخدم نفس الميه ونفس الحاجه اكتر من اسبوع، كل اسبوع بنجدده. حابه اعرف بقى منكم في الكومنتس، في حد منكم استخدمه قبل كده؟ واللي استخدموه بانهي طريقه، وهل شافوا فعلا نتيجه ولا لا؟ وقولوا لي كمان ايه اكتر طريقه شايفين انها فعاله اكتر.